الله بالخير. شنو الفرق بين الأهلي والحكومي سواء مدارس أو مستشفيات أو جامعات وغيرها؟ مثل ما نعرف الحكومي هو كل شيء تقدمه الدولة للمواطن، أما الأهلي فهو اللي يكون مملوك للقطاع الخاص كأشخاص أو شركات. مو هذا موضوعنا هو إنه ليش بدت هاي المؤسسات الأهلية تكثر بالعراق، وصرنا نشوف بين يوم ويوم فاتحين مدرسة لو جامعة لو مستشفى أهلية، وليش البنى التحتية بهاي المؤسسات تكون من أعلى طراز وبفوارق كلش واضحة عن الحكومي سواء بالخدمات أو التعامل أو حتى حفاوة الاستقبال، يعني يشيلوك بالصلوات عكس بعض المؤسسات الحكومية. زين ليش ما نشوف هذا الاهتمام تجاه المدارس والجامعات والمستشفيات الحكومية؟ ليش كل هاي الفوارق؟ لو لأن هاي بها دفع فلوس، ولو المفروض هذا حق من حقوق المواطن تجاه الدولة. ليش تحسسونا أنه تتعمدون الإهمال بالحكومي حتى ننجبر نروح للخاص؟ وفعلا هذا اللي دا يصير. انتم تدرون طالب الابتدائية ليش يروح أهلية؟ حتى يستوعب المادة، لأن ما معقولة 50 طالب بالصف والمعلمة تقدر توصل المادة لكل هذول الطلاب، أو حتى تقدر تسيطر على هذا العدد بالمدارس الحكومية، وهاي أبسط شيء. وتدرون بعض طلاب الإعدادية ليش يروح أهلية؟ حتى يدخل البكالوريا بسهولة. أي والله ليش ما تدري؟ يقول لك بفلوسي، على شنو اللي عاد عايف الحكومة ودافع كونت فلوس بالأهلي؟ كلها سهلة، بس مال الجامعات الأهلية مسعرة الأقسام ومتجاهلة المعدل، هاي واقفة. السجاد شخبارك؟ وتدرون استعلامات المستشفى الأهلية ما يرد عليك السلام إلا ب100,000، بينما بالحكومي الموضوع مختلف، لأن بعض المستشفيات الله ليش يوفق تعاملهم أساسا، ويا رب يبعدنا عن المستشفيات اللي حكيته شيء سطحي ونقطة بحر، وما خفي كان أعظم. سلام.